السيء والقرار اللي خدته مجلس الاداره منذ ان تاسس النادي 1907. شايف ان ده اسوأ قرار طلع من مجلس اداره النادي الاهلي على مستوى بقى مجالس الاداره طوال تاريخ النادي الاهلي. ان الكابتن سيد عبد الحفيظ يبقى افضل مدير كوره جه في تاريخ الكوره المصريه يرحل بهذا الشكل وفي تاريخ النادي الاهلي عامه. يعني هو يعني ما تقنعنيش ان في رئيس او مدير كوره في الكوره المصريه افضل من الكابتن سيد عبد الحفيظ. ما تقوليش ان ده تغيير مثلا وجوه والكلام ده. كابتن خالد بيبو ما عملش حاجه في قطاع الناشئين، يعني هو كان رئيس قطاع الناشئين ملوش بصمه حقيقيه عشان ما نكذبش على بعض. هو المشكله كلها مرتبطه بخلاف، يعني الكابتن حسام غالي دخل في عركه كبيره جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، خصوصا بعد واقعه حسين الشحات، خصوصا بعد واقعه احمد عبد القادر ومشكلته مع جمهور النادي الاهلي. قال لك ان في اضطرابات ولازم العقوبات تبقى مضاعفه. كابتن سيد عبد الحفيظ بينزلش عقوبات، حتى لما بينزل عقوبات بيرجع يعني يضاعف او يخفض العقوبه بعدها مثلا باسبوع او اسبوعين. فعشان كده بعض من الاعضاء او عضو مجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد الكابتن حسام غالي كان رافض وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ، او حصل خلاف عشان كده الكابتن سيد عبد الحفيظ قرر ان هو ما يستكملش، مع ان كان في كذا منصب. قرر ان هو ما يكملش يعني في النادي الاهلي، مع ان كان في كذا منصب ان الكابتن سيد عبد الحفيظ يمسكه، ولكن رفض البقاء في النادي الاهلي بسبب الخلاف اللي ما بينه وما بين الكابتن حسام غالي. قول لي انت بقى كمشجع النادي الاهلي شايف رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ عن الاهلي ازاي؟ وتفتكر هل الكابتن خالد بيبو هيقدر يعوض او يقوم بالادوار اللي كان يقوم بها الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ ولا لو سالتني على المستوى الشخصي على الاطلاق لا.